انا عارفه الاحساس ده بيهلك قد ايه. الحل مش مجرد ان انت هتحطي كريم وخلاص. الاكزيما الدهنيه، بس خليني اقولك اللي بيحصل في جلدك ده مش صدفه. جسمك بيصرخ من جوه وبيقولك فيه خلل داخلي، انقذيني، الحقيني. الاكزيما الدهنيه مش عباره عن ان هي قشره وخلاص، الموضوع اكبر من كده بكتير. الموضوع عباره عن ان هو فيه نقص مناعه، خلل في الميكروبيوم، او حتى ان هو توتر او ضغط نفسي عصبي مزمن شديد لدرجه ان هو يكون مأثر على جلدك من بره. الحل اللي انت لازم نعرف جذور المشكله من جوه، لازم نتعامل مع الجسد من 360 درجه، لازم نعرف الجسد كله على بعضه، نعالجه كله على بعضه، مش نعالج الجلد ونسيب النفسيه اللي هي مأثره جامد جدا على جلدنا. تابعي معايا الفيديو الجاي، هشرح بالتفصيل ازاي العلاج يكون من اول فروه الراس لغايه المناعه. ما تنسيش تعملي فولو وشير للفيديو واعملي ريبوست عشان